صباح الفل، صباح الخير، صباح السعادة. أختكم هناء بتصبح عليكم وبتقول لكم انتوا وحشتوني. هتستغربوا أنا ليه بصور المكان دوت. أنا بصور المكان ده، أنا كأني أنا في علاقة. العلاقة دي هي علاقتك مع حد، مع أي حد، صاحب، صاحبة، جارة، أخت، أخ، أيا كان. اللي بيحصل ان انت بتبقي في اطار مقفول عليكي، تمام، وبتبقي متخيله ان انت مش هتقدري تعيشي بره الاطار ده معاها او معاه او مع اي حد انت بتتعاملي معاه. ولكن سبحان الله لما بيحصل ضغط نفسي من الشخص ده او الانسانه دي عليكي، او انت ما بقيتيش تتوائمي معاهم. هما مش شرط يبقوا هما بقوا وحشين، ممكن تبقي انت برضه اللي ما بقيتيش ترتاحي معاهم. ايا كان الحوار، العلاقه ما بقتش موجوده. يا اما بننسحب بهدوء وبادب واحترام عشان يبقى في قدر من الاحترام موجود ما بيننا، ويا اما لو عندك فرصه او ان انت تعاتبي او ان انت تقولي يا فلان انت زعلتني في حاجه معينه، فعشان كده انا زعلانه منك. ولا انا ما عنديش الحدوته دي بصراحه. انا ما اجرؤش ان انا حد زعلانه منه اقول له انا زعلانه منه، اقول له انا انا في حاجه انت عامل واحد اتنين تلاته اربعه. بكتفي ان انت تبقى في حالك وانا في حالي، ونبعد عن بعض في احترام وفي هدوء، تمام. سبحانك يا رب. اللي سمعت شيخنا رحمه الله عليه الشعراوي يقول لك ايه؟ بيقول لك ان لما بتحسي ان حد ضغط عليكي نفسي قوي، وقد ايه هو انت بتحسي ان هو انت بقيتي ملكيش نفسيا بيضغط عليكي، وان انت مش عارفه تتوائمي معاه ومش عارفه تعيشي معاه، مش عارفه تتعاملي معاها. ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيبقى عايزك يعني ترجعي ان انت تستأنسي بيه، تستأنسي سبحان الله بحضنه هو، بمحبته هو، بانك انت تلجئي لدعاه هو. فاوعي تزعلي ان فلان او فلانه ضغطوا عليكي نفسيا وتعبوكي، وان هم ما بقوش الناس اللي انت متعوده عليهم او الناس اللي انت بتحبيهم. هو ربنا عاوز كده عشان انت ترجعي لحضن ربنا تاني، تطلبي من ربنا محبته تاني، وانك تأنسي بيه تاني. فيا رب، يا رب، يا رب ربنا يحبنا كمان وكمان، ويهدي من نفسنا كمان وكمان. والحمد لله انا لما سمعته والله انا نفسي هديت وحسيت ان انا بخير. خلي بالكم، مفيش حد ما عندوش حدوته. كل واحد عنده حدوته، يا بيته يا عياله يا شغله يا جيرانه، يا المواصله وانت معديه. الحمد لله يا رب ان احنا اصل احنا انا دايما اقول ايه، طول ما احنا في الدنيا انت بتقابل وبتقابلي. الراحه الابديه هي في الاخره. يا رب اجعل راحتنا الابديه عندك يا رب. امين يا رب، امين يا رب. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم. انا نسيت اقول لكم انتوا وحشتوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.